مبسوطة جدا ان انا عملت تغيير في حياة بعض الناس، بعض اللاعبين. ما فرقش العمر كان ايه، هو صغير كبير، لكن حسيت بالتغيير ده في شخصياتهم، خصوصا ان الولاد اللي ابتدوا معايا من هم لسه مثلا صغيرين اطفال ودخلوا دلوقتي في مرحله المراهقه، فحسيت قد ايه هم كبروا معايا وتعلموا معايا، واللي ابتدى معايا ابيض ودلوقتي خد الحزام الاسود فبقى مساعد. بلعب ايكيدو بقالي سنتين. انا بلعب ايكيدو عشان كنت عايزه اتعلم ازاي ادافع عن نفسي. عملت بحث كتير على النت على العاب كده ادافع عن نفسي مش محتاجه باور. معظم الالعاب كان فيها عنف وانا ما بحبش العنف، انا عايزه اتعلم ازاي ادافع عن نفسي في الشارع لو حصل لي موقف او اي حاجه. لقيت لعبه الايكيدو، بحثت عنها لقيتها لعبه يابانيه. الايكيدو خلاني ابقى واثقه من نفسي اكتر وابقى مش خايفه. خلاني ابقى ماشيه في الشارع واثقه من نفسي اني لو حصل لي اي موقف اعرف ازاي ادافع عن نفسي. ان انا بحب السلاح وما كنتش شايفاه في رياضات تانية، فشفته في الايكيدو وحبيته الصراحه فيه. كمان ان انا اقتنعت بطريقه اللعب في الايكيدو، اقتنعت ان هي فعلا رياضه مؤثره بتاثر على البني ادم اللي قدامك بدون عنف. مش لازم تاذي البني ادم اللي قدامك عشان تدافع عن نفسك، انت ممكن بس انك تسيطر عليه. الايكيدو غير حياتي تماما، غيرها من ناحيه كله، مش شرط بس في الدفاع عن النفس، كمان في نفسيتي. انا كنت ضعيفه الشخصيه في الاول، بقيت من الايكيدو بقيت قويه الشخصيه، بقيت بعرف ادافع عن نفسي قدام الناس. كلمه الحق بقيت بقولها ما بخافش منها ابدا، يعني مش خايفه من البني ادم اللي قدامي عشان اقول كلمه الحق. الرياضه من اهم الحاجات اللي ممكن تفيد المجتمع، ومن اهم الحاجات اللي انت تقدر تعتمد عليها في تغيير شخصيه اي شخص في العالم، سواء عليه ضغوط نفسيه، بيمر ببعض المشكلات الاسريه او الاجتماعيه او النفسيه، فده من خلال الرياضه كل ده بيدوب جدا وبيحس ان هو شخص جديد. الايكيدو غير فيها حاجات كتير قوي، زي ان انا ما كنتش بعرف اتكلم قوي، او ما كنتش يعني كان عندي شويه سوشيال انزايتي. كنت بخاف ان انا اتكلم شويه مع الناس، بس مع شويه مجهود ومع اختلاطي بصحابي في التمرين وحاجات زي كده كتير الموضوع اتحسن جدا عندي، وبقيت اقدر اتكلم مع اي حد وبقيت اجتماعيه اكتر من الاول بكتير. وكمان زود عندي ثقه بنفسي جدا جدا جدا. الايكيدو للسيدات ده حاجه مهمه، انا بعتبره بالنسبه لي انا الاهميه الاولى السيدات والاطفال، لان احنا بنواجه في المجتمع يعني مشكلات كتير. دايما الست بتحس انها ممكن تكون ضحيه، وممكن تكون هي الفريسه لاي حد في الشارع، اي حاجه زي كده. فانت الاول بتربي جواها شخصيه ان هي تبقى واثقه من نفسها من خلال الايكيدو، وبتقدر انها تدافع عن نفسها من غير بنيه عضليه قويه زي اللي هي بتشوفها، وتقدر تاثر بده وتتعامل بيها بالبنيه العضليه اللي طبعا بتكون مختلفه عن الرجال. فلما بتحس انها تقدر تسيطر على الموقف او انها تقدر تواجه اي موقف من المواقف دي وتكون فعلا مؤثره، هنا بتبدا شخصيتها تبقى قويه، وبتبدا التغيير محوري وجذري في الشخصيه. في واحده صاحبتي عرفتني على الايكيدو، فيعني عجبتني الفكره ان هو غير اي لعبه قتاليه تانية. ولما كملت في الايكيدو يعني دي اكتر الالعاب اللي بتخليك تفكر في يعني موضوع الضربه، مش تضرب وخلاص، لا تفكر ازاي وتعرف تتفادى الضربه. انا دخلت الايكيدو عشان اتعلم ازاي ادافع عن نفسي، وانا حبيت الايكيدو ان هو لعبه فعلا اقدر ادافع عن نفسي في اي موقف. لو حد ضربني او مسكني اقدر فعلا ادافع عن نفسي، وهي لعبه حلوه فعلا. فاحنا من خلال الايكيدو اقدر اقول ان احنا بنحاول نطلع شخص سوي للمجتمع. دي من اهداف ومن فلسفه الايكيدو المعروفه، فنقدر نستخدمها في العلاج النفسي والعلاج الاجتماعي. دخلت الايكيدو وحبيت اللعبه جدا وعجبتني جدا، وهي علمتني الدفاع عن النفس وكانت جميله جدا معايا بجد وحبيتها جدا. دخلت لعبه الايكيدو علشان هي لعبه مفيهاش باور كتير، وكمان لعبه حلوه قوي، ويعني انا حبيتها لان هي لعبه سلسه قوي. كمان هو بيعلمك ازاي تقدر تدافع عن نفسك بدون ما تبذل مجهود
ان انت بتسيطر على القوه اللي جايه لك من الخصم تردها ليه